حينما نقول اللهم صل قالوا الصلاة على النبي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء. فنحن ندعو الله تعالى أن يصلي عليه. يكفيه رحمة أن الله تعالى اختاره واصطفاه، لأنه عادة يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض، فكان النبي يسمى المصطفى، وما دام من أسمائه المصطفى فهو كما اصطفي النبيون الأوائل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اصطفاه الله واختاره وانتقاه. ويكفي من كمال رحمته عليه أن قرن اسمه به: ما يؤذن مؤذن، ولا يقيم الصلاة مقيم، ولا يشهد بشهادة الإسلام أحد إلا وذكر الشهادة لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فنحن دائما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أن محمدا رسول الله. فنحن إذن نشهد لله بوحدانيته، ونشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بصدقية رسالته، فكان ذلك تشريف وتكريم من الله. وسيدنا حسان بن ثابت يقول: فضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وأنت محمد. فالله تعالى إذن أعطاه هذا الكمال، أعطاه كمالا من الرحمات بالمخاطبة بوصف كمال النبوة والرسالة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وخاطبه بالرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بينما خاطب غيره من النبيين بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهو يقول: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى، يا عيسى. فهو يكلم النبيين بأسمائهم. وما رأينا في القرآن مخاطبة له بالنداء خطابا مباشرا كما خاطب غيره، بل دائما إذا خاطبه قال له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا تشريف وتكريم وإعلاء ورفع لشأن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك دلالة على أن الله تعالى خاطبه بالوصف ولم يخاطبه بالاسم، فكان ذلك من رحمة الله به. ومن رحمة الله على الأمة أنه أرسل إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو صلى الله عليه وسلم إذن أعطي من الرحمات. ونحن نطلب الله تعالى حينما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، نقول اللهم ارحمه بكمال رحماتك التي أعطيته، واصل له في عطائك له. هذا هو معنى ما يمكن أن يقال. مرة قالوا بأن في صحيح الرواية أن صحابيا دخل عليه فرآه مستبشرا ظاهر البشر عليه علامات السرور، فقال له: يا رسول الله، ما رأيتك بهذه الطلاقة ولا بهذه البشر قبل اليوم، فما السبب؟ ما الذي جعلك طلقا مستبشرا بهذه الصورة التي رأيتك فيها؟ فقال له: إن جبريل عليه السلام جاءني فقال لي، أخبرني أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وهذا موجود في روايات كثر: من صلى علي صلاة صلى الله تعالى بها عليه 10، وكتب له 10 حسنات.
وحط عنه 10 سيئات. فهذا إذن عطاء لم يعطى لنبي من قبله صلى الله عليه وسلم. وروي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصلاة عليك؟ ما معنى الصلاة؟ ما الصلاة عليك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك من العلم المكنون، ذلك أمر لا يعلم سره على الحقيقة إلا إذا أسند لصاحب الحقيقة الأعلى وهو الله، هو الذي يعرف مكنونها ويعرف سرها ويعرف عمقها. أما ذلك فقال له: إنه من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم. إن الله تعالى وكل بي ملكين، فإذا صلى علي أحدكم فإنه يسأل الله أن يغفر له، أي أن الملائكة تستغفر لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فإنه يستغفر له ملك، ويقول الملك الثاني آمين، وتقول الملائكة آمين. فإذن المسألة فيها عطاء مفتوح. وأنتم تعلمون أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نص عليه الفقهاء جميعا، بأنها واجبة على كل مؤمن مرة في العمر، وبعد ذلك تكون مستحبة داخلة في ما رغب فيه شرعا، لكنها لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما دام قال لنا صلوا كقوله أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فعل أمر، والأمر ها هنا ليس على الوجوب الدائم، ولكنه وجوب مرة في العمر على الأقل، ينوي وجوبها مرة في عمره، ثم بعد ذلك تكون من المسنون المستحب الذي يكون في كل وقت وفي كل آن. كلما أكثر كان العطاء من الله أكثر بالنسبة إليك، لأنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باب ينفتح ويقبل. قد أشرنا مرة مضت إلى أنها مقبولة، كل العمل الآخر فيه مقبول ومرفوض إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها مقبولة على الإطلاق. ولهذا ورد في نص قال: ابدأوا دعاءكم بالصلاة علي وأختموه بالصلاة علي. هذا البدء والختم لأن الصلاة مقبولة في البداية ومقبولة في نهاية الدعاء، ما بينهما يكون مقبولا، وقد نص عليه قاضي عياض والنبهاني والبيهقي وغيرهم، قالوا بأن ذلك من المرغوب المستحب أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي وأن ينهى الدعاء بالصلاة على النبي. فإذا ما كان الأمر كذلك فإن ما بين الصلاتين يقبل. هذا الذي ذكره علماؤنا رحمهم الله. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة مرة في العمر، وقال بعضهم إنها واجبة في كل ذكر، بعضهم تشدد وقال: كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليك أن تقول الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه، أو اللهم صل على سيدنا محمد. وذلك قالوا على الوجوب قال بعضهم، ولكنهم ليسوا الجمهور يقول بأنها واجبة مرة في العمر. ثم ما يكون من بعد ذلك هو خير يعطيكه الله ويمنحك إياه ويكرمك به، فأنت حينما تأخذه على أساس استثمار ما يكون لك من حسنات عند الله. كلما أكثرت أكثر الله في عطائك ورفع من شانك وقرب وصلك بالمحبة النبوية التي تكون فرصة لك. قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، قالوا بأن الملائكة يصلون وأن المؤمنين يصلون. الملائكة أمروا بهذا والمؤمنون أمروا بهذا،
لكن أمر الملائكة كان أمرا على الانتهاء، وأمر المؤمنين كان أمرا على الاستمرار والتجدد. ذلك أن الملائكة ما قيل لهم صلوا، ولكن قيل عنهم إنهم يصلون، فكونهم يصلون بمعنى أن أمر الله تعالى فيهم كان موجودا أزلا من قبل وجود الإنسان، وأنهم صلوا عليه بأمر الله تعالى، فكان ذلك وصفا فيهم. إنما المؤمنون أمروا بأن يفعلوا هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم مرة لما صعد المنبر وقال إنه أمن لأن جبرائيل عليه السلام أمن، قال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل أدرك رمضان فلم تغفر له ذنوبه، ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك. وورد في النص أنه البخيل، قالوا ما البخيل يا رسول الله؟ قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فهو يبخل نفسه لأنه لم يأخذ من الأجر ما يمكنه من استثمار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهي إذن دعاء، وهي قربة إلى الله تعالى، وهي تنفيذ للحكم الشرعي، ولهذا كان لها هذا المقام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يصلي، والمؤمنون مأمورون أيضا بأن يصلوا، لأن النبي أمرهم بهذا. والمؤمنون لا يتأبون على طاعة الله ولا على طاعة رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم إذن ينقادون لأمر الله تعالى وأمر رسوله. وقد ورد أن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، الإمام أبو حنيفة، قالوا إن الصلاة على النبي الإبراهيمية هذه مستحبة في الصلاة، وهي مستحبة في نهاية الصلاة، إما في ركعتي الصبح، وإما في ثالثة المغرب، وإما في رابعة الرباعية التي هي العصر والظهر والعصر والعشاء. إما أن تكون في نهاية كل صلاة، لأن التشهد الأوسط لا يوجد فيه صلاة إبراهيمية، وإنما الصلاة الإبراهيمية تكون في آخر كل صلاة. فقال الإمام مالك إنها مستحبة، ووافقه على هذا الإمام أبو حنيفة، وقالوا إنه من تركها فقد أساء، رغم أنه من تركها لا تبطل صلاته صحيحة، ولكنه أساء حينما خالف السنة في ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صلاة الإبراهيمية. وقد ذكروا بأن الإمام ابن المواز والإمام القرافي رحمه الله قد قال بأنها واجبة وليست مستحبة. الإمام القرافي من المالكية والإمام ابن المواز من المالكية، ومع ذلك ذهبوا إلى أنها واجبة، وهو قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي بالغ في الأمر حتى قال أنه من ترك الصلاة الإبراهيمية يعيد الصلاة، وهذا غير موجود عند المالكية. المالكية يقول من ترك الصلاة الإبراهيمية لا شيء عليه، ولكنه أساء حينما أنقص ما عليه السنة. وعندنا في المالكية ابن المواز، وعندنا أيضا القرافي رحمه الله صاحب الفروق أيضا يقول بهذا، لكنهم قالوا بأن أفضل الصلاة هي ما روي مذكورا عند الخواص والعوام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو النص المشهور، فيه بعض التغييرات كما ورد في الموطأ أن فيه تصلية على الأزواج وعلى الذرية، وفيه ما لا يوجد كذلك، وفيه ما هو تصلية على الآل، على آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على آل إبراهيم، لكنه في ذلك توجد فسحة. أنتم تعلمون أن الآل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، أو على محمد وعلى آله وصحبه.
الآل هم آل بيته، هم أزواجه وذريته كما هو معلوم، أو هم المؤمنون على الإطلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال مرة: آل محمد كل تقي. قد ورد هذا النص صحيحا، قال: آل محمد كل تقي. لكن المعلوم أن آل بيته إنما هم أزواجه وذريته من عترته الطاهرة، وهم آل البيت. وهناك من ذكر في فقه الفروع في بعض كتب المالكية المتأخرة يقولون بأن الصلاة على النبي لا تكتمل إلا بالصلاة على آل بيته، وهو ما عبر عنه الدمشقي بقوله: يا آل بيت رسول الله حبكم. وهذا أيضا نسب إلى الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هنا من لم يصلي عليكم ليست الصلاة المؤدات شعيرة، ولكن المقصود أنه لا تكتمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالصلاة على آل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. فيكون المعنى ها هنا اكتمالا حينما تكون الصلاة على النبي وعلى آل النبي، لأن فيه إشكالية أن هناك من يعادي آل النبي وهناك من ينتقص من شأنهم، والتاريخ قد قرأنا فيه الكثير مما كان من الأذى، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولكن الأمة ما أحسنت القربى حينما أساءت لآل البيت عبر التاريخ، وكربلاء تشهد بهذا، وما كان في الزمان الأول مما أوذي به آل البيت يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشرف بنور الله تعالى ما سيقع لآل بيته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب آل بيتي لحبي. وقد ورد الكثير مما هو موجود. واحد يقول: قال لي قائل: رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتضيهم، كان حقا عليك أن تقطع العمر في المدح فيهم وفي من يليهم. قلت: هذا كلام كان قد وجه إلى هذا الشاعر. قال: كان حقا عليك أن تقطع العمر في الحب فيهم وفي من يرتضيهم. قلت: ماذا عسى أن أقول والكون جمعا يستمد العطاء من أيديهم. ماذا أقول في مدح قوم أي معنى للمدح مني، وقد جاء الكتاب العزيز بالمدح فيهم. أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. وهذا المعنى الجميل، هذا كان جبريل خادما لأبيهم، من المعنى الرائع الموجود في الاقتباسية اللغوية، وإن كان قد أخذه أحدهم عن هذا الذي ذكر هذه الأبيات، أخذه عن أبي نواس. أبو نواس كان معاصرا للإمام علي بن موسى الرضا، وكان من آل البيت من ذرية الإمام علي كرم الله وجهه، السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. فلاموه لأنه لم يقل فيه شعرا، لم يقل في الإمام علي بن موسى الرضا، فقال أبياتا جميلة كان صاحب الأبيات السابقة قد استمد منها. يقول فيها: قيل لي أنت أحسن الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جيد القريض مديح يثمر الدر في يدي مجتليه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى، هذا مدح علي ابن موسى الرضا، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. فأخذ هذا المعنى من ذاك المعنى. ها هنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كانت
رحمة وقيمة ومكانة وعلوا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن النص ها هنا الذي بين أيدينا يقول كما صليت على إبراهيم. ها هنا كما صليت على إبراهيم، قالوا هل الأفضلية لإبراهيم أم الأفضلية للنبي الكريم؟ قالوا إن ذلك الأمر كان وصلا للنبوة الخاتمة بالنبوة الخليلية التي كانت حنيفية سمحة، فوصل الله تعالى بينهما وبقي ذلك الوصل موجودا إلى آخر الزمان. فكان أن قال فصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال بعضهم إن ذلك كان قبل شفوفيته، وكان قبل أن يكون له التمكين وأن يرتفع إلى المقام العالي وأن يتجاوز المقام الذي كان سيدنا إبراهيم قد وصله. أن سيدنا إبراهيم لما لاقاه كان قد لاقاه كما تعلمون في السماء السابعة، ولاقى سيدنا موسى في الإسراء والمعراج في السماء السادسة، وجميع الأنبياء في السماوات على حسب طبقاتهم ومكاناتهم. فلما وصل إلى السماء السابعة وجد سيدنا إبراهيم عليه السلام، فتجاوز ذلك المقام إلى سدرة المنتهى مع سيدنا جبرائيل عليه السلام. ولما وصل إلى سدرة المنتهى وقف سيدنا جبرائيل ولم يتجاوز، وقال له أنا ها هنا مقامي لا أستطيع أن أتجاوزه، أنا لو زدت خطوة لاحترقت، وأنت لو زدت لاخترقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام دنا فتدلى، كان قاب قوسين أو أدنى، وكان جبرائيل عليه الصلاة والسلام أيضا موجودا هناك، لكنه أوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وهناك أعطي من الأسرار، اقتبس من الأنوار ما لم يتحقق لغيره، وهذا أمر لم يتحقق حتى لسيدنا إبراهيم، ولا تحقق لسيدنا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، وكان ذلك في الأرض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اخترق السبع الطباق. قال له سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، وبت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. ونودى بعد ذلك كل نبي في مكانته ويا محمد هذا الركن فاستلمي، فكان له مقام دنا فيه ونال من الأنوار ما لم ينله غيره. فقالوا إن هذه إنما كانت قبل شفوفيته كما صليت على إبراهيم كما أعطيته ذلك الكمال من الصلاة والرحمة التي أوتيها، آتي سيدنا محمدا مثلها، وهذا معنى من المعاني. أو قالوا إنه أراد أن يتم النعمة على آل بيته، لأن النعمة تامة على سيدنا إبراهيم، والنعمة تامة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يلحق بتلك النعمة آل بيت سيدنا محمد، وأن يلحق بتلك النعمة آل بيت سيدنا إبراهيم، وأراد أن يجعل من تمام النعمة السابقة تمام النعمة اللاحقة، فقد أنعم بالبركة على آل إبراهيم، فأراد الله تعالى أن يتم نعمته على آل النبي الكريم، فكان ذلك تواصلا للمعنى. قالوا أيضا إن الصلاة على نبينا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم ليكون منها ما هو أصلي وما هو تابع للأصل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إذن فيه قبلية، هذه القبلية هي قبلية أصلية للحنيفية الراسية،
فأراد الله تعالى أن يجعل من ذلك الذي وجد جديدا أن يكون ملحقا بالقديم، فأعطى للنبي ما أعطى لسيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم هو سأل ذلك ليكون على ألسنة المؤمنين، ولن يكون هناك انقطاع للصلاة التي تكون فيها الصلاة الإبراهيمية إلى يوم القيامة، إلى أن يغلق باب التوبة، وأن تطلع الشمس من مغربها، وأن ينغلق الباب، فلا يكون هناك عبادة ولا قبول، وإنما تنتهي الدنيا وينفخ في الصور. هذا التواصل أراد الله تعالى أن يكون متواصلا للنبي ولسيدنا إبراهيم، فجعل ذلك موصولا إلى يوم القيامة متجددا لا يتغير، وجعل ذلك على ألسنة الأمة الخيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما أمرت به أمة من قبل. فكان هذا العطاء على ألسنة أمة مختارة، أمة وسط، أمة مقبولة، أمة مضمونة، أمة خاتمة، أمة شاهدة. فجعل الله تعالى ذلك على ألسنة هذه الأمة التي أعطاها كمالا ورقاء وسموا وعلاء لم يعطى للأمم السوابق. وقالوا أيضا إن ذلك شرع ثوابا له ولهم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله تعالى، رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والصلاة عليه لا تزيد في مقامه ولا تنقص من مكانه، ولكنها تريد أن يكون للأمة من الشرف ما يعليها بشرف نبيها الذي تريد له أن يكون في المقام المحمود، وأن يعلو له الشان، وأن يثمر له الأجر، وأن يكون له المكان الراقي. فالله تعالى جعل ذلك ثوابا له، فأعطاه عطاء لا ينقطع، وأعطى الأمة به، لأن الصلاة عليه إنما هي أجر ومثوبة، فالإنسان إذا صلى عليه أخذ أجره. فإذا الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام يكون في ميزانه، ويكون لك أيها المصلي أنت أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام في ميزانك. فهذا أيضا من المعاني الجميلة. قالوا إن الله تعالى أراد بالصلاة الإبراهيمية كما صليت على إبراهيم أن يبقي ذكرهما، ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وذكر سيدنا إبراهيم، لسان صدق في الآخرين، أن يبقوا إلى يوم القيامة مذكورين بأحسن وأروع وأجمل وأبقى، لأنهما موصولين بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فنحن نذكر الله تعالى حينما نذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذلك يعتبر لسان صدق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولسيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم هناك معنى آخر، قالوا اللهم ارحمهما في العالمين رحمة يبقى بها دينهما الذي جاء. ودين النبي عليه الصلاة والسلام امتداد لدين سيدنا إبراهيم، فأراد الله تعالى بتلك الصلاة أن يكون الدعاء لأن يبقى هذا الدين الذي كان نقيا صافيا حنيفا مسلما، كما عبر الله عن سيدنا إبراهيم: حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأراد الله تعالى أن يعطي هذه النصاعة، أن يعطيها البقاء والديمومة، فجعلها باقية رحمة للعالمين إلى يوم القيامة لا تنقضي ولا تنتهي. وقال بعضهم أيضا في معنى آخر لهذا المعنى، قال إن الله تعالى أراد أن يجعل تلك الصفة التي جعلت صلاة له كصفة جعلت صلاة لسيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم خليل الله، خليل الله تعالى، وما دام الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا فإنه أعطاه مقاما ومكانا. النبي عليه الصلاة والسلام ربط به ليجتمع معه في الخلة، وهي خليلية الله. ومرة قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
ولكن صاحبكم خليل الله. فجعل لنفسه المقام الذي كان لسيدنا إبراهيم، فكان ذلك الجمع بينه وبين سيدنا إبراهيم ودليل على أن الخلة تجمع بينهما. هذا أمر. كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهو جد الشيخ محمد الطاهر الجديد، الشيخ محمد الطاهر صاحب التحرير والتنوير، الشيخ محمد الأكبر ابن عاشور رحمه الله، قال في شرحه على البردة وهو يتكلم على الصلاة الإبراهيمية هذه، لماذا الله تعالى صلى على النبي وصلى على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال هذا التشبيه صل على محمد كما صليت على إبراهيم، أي كما الكاف هنا للتشبيه، ولكنها تشبيه ربط بين الصلاة والصلاة وبين المقام النبوي والمقام الإبراهيمي. فقال إن ذلك التشبيه هو تمهيد لبساط الإجابة. قال إنه تمهيد لبساط الإجابة، لأنه سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم وبما ورد في التاريخ وبما ذكر في السيرة وبما نقل من الأحاديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، حتى الأحاديث التي ذكرت من صحف إبراهيم عليه السلام إنما ذكرت على أن الله تعالى بساط فضله على سيدنا إبراهيم، وأعطاه وكرمه وشرفه وعلاه وفضله وجعل النبوة الخاتمة من نسله، فهو خيار من خيار من خيار من خيار. ولعل أكبر الخيار هو سيدنا إبراهيم، أعلى مقام في الخيار هو مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالله تعالى أراد أن يجعل ذلك البساط ممدودا وأن يكون القبول موجودا. فما دام الله قد تفضل على سيدنا إبراهيم عليه السلام بالفواضل الكوامل، فإن ذلك لن ينقطع ولن ينتهي، لأن عطاء الله تعالى ليس له تحديد، بل هو قائم على المزيد. الله تعالى يعطي بلا حدود، فأراد الله تعالى أن يجمع ذلك الكمال الموجود في الإبراهيمية الأولى بالكمال الموجود في النبوة الخاتمة النهائية، وجعل أمره موجودا على العطاء الموجود. والشيخ محمد الطاهر نفسه رحمه الله صاحب التحرير والتنوير قال إن القدوة والأسوة في كل المسائل موجودة، ولعل الله تعالى أراد أن تكون القدوة الحسنة في الهداية وفي النور وفي التشريع وفي الحقائق وفي الرقائق وفي كل شيء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فبهداه مقتده، فلا بد أن يكون هناك تواصل. وأراد الله تعالى أن يجعل من النبوة ما يكون تواصلا بالقدوة، هذه القدوة التي تنجلي عطاء ورحمة وذكرا حسنا.